السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيده يا رب وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اول شيء حبيت نشكر الناس بزاف من الصغير الكبير على اللي دخلوا عندي جداد. مرحبا والف مرحبا. والقناه ديالكم قبل ما تكون القناه ديالي، وحبيت نشكر الناس اللي عندي، ما كنقولش الناس قدامي، هما اللي هما صحاب القناه، العائله او الاسره ديالتي اللي كانت معايا من النهار الاول حتى اليوم. حبيت نشكر كل واحد كتب لي كومونتير زوين، حبيت نشكر كل واحد حط لي لايك، حبيت نشكر كل واحد كيستمتع معايا المحتوى البسيط، كو سوا فلوغ او واحد لا سيتاسيون او حليوه او خروجه او هذا او حكمه او نصيحه من القلب القلب. ماشي ضروري نكونوا هذا كنصادفوا هذيك الحكمه او ديك لا سيتاسيون من الحياه كما كتعرفوا بالطول ديالها او العرض ديالها. اكيد شي حاجه اللي كنقدروا نصادفوها في الشارع او في حياتنا او في العمل ديالنا، او ممكن تكون تجربه شخصيه وممكن ما تكونش تجربه شخصيه. دونك حنا كنحاولوا نستافدوا من بعضياتنا، وكنستافدوا من الحياه، كنستافدوا من وليداتنا، كنستافدوا من المحيط ديالنا، كنستافدوا من الناس اللي خدامين معنا، كنستافدوا من بزاف ديال الحوايج كتمر علينا ملي كنفيقوا حتى كيروح علينا الليل. لان الحياه ماشي غير كنوضوا وناكلوا ونشربوا ونخدموا وندخلوا للدار ونديروا الدوفوار مع الوليدات او نديوهم سبور. لا، الحياه كنستافدوا منها، كنراجعوا الحسابات ديالنا، شنو درنا هذا النهار، شنو غنديروا غدا، يمكن انا غلطه، يمكن لا انا هذا غادي نبدل شويه في نحسن من الذات ديالي، نحسن من الافكار ديالي. ما كنهضرش انا على القناه، كنهضر اون جينيرال. كنحتاجوا واحد الوقيته نوقفوا ستوب، نرتاحوا من بزاف ديال الحوايج باش كنعاودوا نجددوا ديك الطاقه الذاتيه ديالنا، بخريجه، بسفر، براحه، نطفيو بورطابل 48 ساعه. شنو هو المشكل؟ ما كاين حتى مشكل. دونك بلا ما نكثر عليكم الهضره، كنقول لكم شكرا لكم كلكم بزاف. والناس اللي مازال ما رديتش عليها في لي كومونتير، راني كنحاول ندخل على لي كومونتير ونرد ملي تيكون عندي الوقت. ما بقاوش لي بزاف ديال لي كومونتير اللي انا اونكور باش نرد عليهم. دونك كنتمنى لكم امسيه سعيده الا كنتو كتفرجوا في هذا الفيديو ان شاء الله اليوم، والناس اللي غادي تفرج في هذا الفيديو غدا كنتمنى لكم صباحكم مبروك، وكنقول لكم بالتوفيق للناس كلها. كلكم تبارك الله عليكم. هذا صحاب القنوات ديال الطبخ، وحتى الناس اللي ما كديرش الطبخ، المحتوى ديالها ماشي طبخ، مثلا صنعه بدون ذكر الاسماء او فلوغات، راه تبارك الله عليهم كيطيبوا. ولكن حنا كنحاولوا نستافدوا من بعضياتنا، يمكن بفكره، يمكن بواحد الحاجه انا كنديرها وغيري ما كيعرفهاش، او غيري كيعرفها وانا ما كنعرفهاش. دونك انا هذا المبدا ديالي شخصيا، انا كنتعلم حتى من البنيات ديالي، حتى من السيده اللي معايا، حتى من راجلي، حتى نقدر نمشي لواحد الريستورون كنتعشى فيه ولقيت واحد الغوبا اللي عجبني، كنقدر نسول شنو هما لي زيبيس اللي داروا، او شنو هو لو سكري ديك الحليوه اللي زوينه هكذاك، او داك الغوبا اللي بنين. ماشي عيب اننا نكونوا كنتعلموا، ان حنا طالما عايشين في الحياه الا وباقي كنتعلموا. دونك كما كتقول كاينه واحد لا سيتاسيون مشهوره، ما كاينش مسيو جو سي تو او ما كاينش مدام جو سي تو، طالما حنا عايشين الا باقي كنتعلموا، وماشي شي حاجه اللي هي عيب. كما كتشوفوا درت واحد البسبوسه، كلكم تبارك الله عليكم كتصوبوا البسبوسه. انا كنزيد لها غير واحد المكون بالنسبه لي انا سحري، لانني مجرباه مرارا وتكرارا. دونك كما كتصوبوها نتوما، كل واحد كيفاش كيدير ليها. انا كندير لها كاس ديال الزيت، وكاس ديال الزبده مذوبه، وكاس ديال الكوكو اللي هو جوز الهند كما كيقولوا ليه في الدول العربيه، وكنزيد ليها 3 ديال المعالق ديال حليب النيدو، وسميده رقيقه ديال البسبوسه او ديال الحرشه. انا كندير ديال البسبوسه وهذا سبيسيال، والخماره وقبيصه ديال الملحه، وكنزيد فيها شويه ديال القشور ديال الحامض كتعطي واحد النسمه. مره كنستعمل لافاني، مره كنستعمل، اليوم درت فيها شويه ديال القشور ديال الحامض. مكون سحري اللي بغيت نهضر لكم عليه هو هذا الطحينه، او لا بودر ديال السيزام، او هذا المعجون ديال السمسم كيقولوا لها الطحينه. هذه حنا ما كناش زعما متعودين عليها كمغاربه، ما كانش في الثقافه ديال الطبخ ديالنا، ما كناش كنستعملوا بزاف الطحينه.
ولينا دابا مؤخرا كندخلوها سواء في الحلويات او لي صوص اللي كيتصوب بها بابا غنوج او لي صوص اللي كتكون مرافقه للمشويات. دونك كلكم تبارك الله عليكم راه كتعرفوا الطحينه. دونك هذوك المكونات كلها اللي كندير في الحرشه، وكل واحد كيفاش كيدير الحرشه ديالو او البسبوسه ماشي الحرشه، سمحوا لي. انا كنزيد واحد الكاس صغيور، هذا الكاس ديال الاتراك، كنزيد واحد الكاس صغيور ديال هاد الطحينه، كنخلطو مع المكونات اللي عندي. ملي كنجي ندهن المول ما كنديرش له انا سميده، انا ندهن له بهذا شويه ديال الزبده، وكان نرش عليه عشوائيا هذيك الطحينه. دونك كتكون الطحينه في المول، وكتكون عندي داك الكويس حسب المقادير اللي غادي تستعملوا، حسب القطر ديال المول ديالك. انا كنزيد داك الكاس ديال الطحينه، كيعطيها اولا واحد المذاق، واحد الميكس، لان الطحينه تتكون شويه مالحه، دونك كيكون داك الميكس ديال حلو مالح بحال القناه ديالي، وكيخليها هشيشه وكيعطيها واحد النسمه. وكنا كنعرفوا الفوائد ديال الزنجلان بالنسبه للناس اللي ما تاكلش الزنجلان، او الوليدات اللي ما كيبغيوش الزنجلان. دونك هذه منها منسم زوين، كيعطي واحد النكهه خاصه للبسبوسه. وفي التحت ملي كترشي به المول ديالك كيجي كراميليزي، لان تيكون هو اللي عاطي وجهه العافيه ديال الفرن. دونك كيجي غزال. جربوها، انا مجرباها معتمده في البسبوسه، وكنديرها حتى في الملاوي، كندهن بها الملاوي، كتجي زوينه مع شويه ديال العسل او العيش اللبناني، الخبز اللبناني او البطيبيطات. دونك الطحينه راه معروفه الفوائد ديالها ديال الزنجلان. هنا زوقتها لي نوا دو بيكون، وملي كتخرج كل مره اغلبيه كنكب عليها العسل. كاين اللي كيدير عليها سيروم او سيرو، انا كنكب عليها عسل الحور، كتجي صحيه اكثر باش ما كيضيعوش ليا دوك الفوائد ديالها، وكتجي في شكل زوينه وفي المذاق زوينه. دونك كنتمنى تكونوا كتستافدوا مني حتى انا، ولو بمعلومه بسيطه، واللي كيعرف شي حاجه حتى انا راني كنستافد منه. كنقول لكم تصبحوا وتربحوا، ومع السلامه، وبالتوفيق، والى فيديو ثاني ان شاء الله. مع السلامه.